السلام عليكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهلا بيكم في قناتي، معاكي رشا الاسيوطي. ولو دي اول مره تشوفيني حابه اقولك من قلبي نورت القناه. يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من الوصفات البسيطه وروتين اليوم البسيط اللي بحب اشارككم معاكم بيه من قلبي للقلب. يا صباح الفل والجمال على احلى الناس، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده دايما يا رب. انا بصراحه بحب ابدا يومي معاكم كده وافضفض شويه وانا بشارككم روتيني وانا بعمل شغل البيت. بحس بصراحه وجودكم معايا بيشجعني وبيخليني انجز وانا مبسوطه، ويا رب يكون يومكم كله خير وبركه وراحه بال في كل خطوه. حابة أشكر كل الناس الجميلة اللي اشتركت في القناة ودعمتني بكلمة حلوة أو لايك أو حتى مشاهدة. وجودكم معايا بيشجعني وانتم السبب الحقيقي إن القناة تكبر وتستمر، والفرحة اللي بحسها كل ما بشوف حد جديد بيشاركنا. ربنا ما يحرمني منكم ولا من دعمكم. معلش استحملوني، أنا تعبانة وصوت رايح فليا أسبوع ما نزلتش فيديوهات بسبب الموضوع ده، عشان صوتي يعني يغيب كده وتلاقيه يروح معاكم، فاستحملوني بقى. الروتين ده كان يوم الجمعة، فبدأت كده صحيت على طول الساعة 8 الصبح ودخلت على طول المطبخ. فقلت بقى اشوف اللي ورايا عشان ابدأ اعمل الغدا مع بعض. فطبعا كنت برضو جايبة خضار وحاجات برضو هنشوفها مع بعض في الفيديو ان شاء الله بإذن الله. فطبعا انا ليا يومين طبعا تعبانة فما غسلتش المواعين، في المطبخ ده لازم دايما تبادك فيه، عشان لو ما عملتش اول باول الدنيا عندك بتبقى زحمة والدنيا بتتبهدل والمواعين بتتراكم عليكي. فافضل حاجة على طول ايدك فيه. بس لو عندك ظرف بقى تعبانة ملكيش نفس، ده غصبا عنك، ده طبعا يعني بيبقى حاجات كده مكسلكي بدنيا وفي كل حاجة يعني. بس الحمد لله والله المستعان يعني. فدخلت كان يوم الجمعة فكنت لازم اغسل وانضف حواليا عشان ابدأ اعمل الغدا. فانتي المطبخ لو زحمة معاكي وتبدأ تعمل الاكل مش هينفع، بحس الدنيا عندي مدربكة وزيطة وزنبليطة، فبحس الاكل معايا مش هيطلع مظبوط. لازم الدنيا تبقى هادية حواليا عشان ابدا اشوف الحاجه دي احطها فين وده فين وده فين. بس وبدات غسلت بقى المواعين كلها وشطفتها وابدا بقى احط كل حاجه مكانها. دخلت هنا على الرخامه برضو كانت عندي زحمه برضو زيطه وزنبليطه كده، فقلت اعملها برضو اظبطها وابدا اغسلها كده معاكم والمعها. وانا برضو في الفيديو ان شاء الله اللي جاي انزل لكم فيديو مشتريات ريفيو للادوات المنزليه للمطبخ، يعني جايبه حاجات كتير للمطبخ والنظافه. طبعا ان شاء الله عايزاكم بقى تشجعوني في الفيديو ده باذن الله وتعملوا لايك كده. ولو انت اول مره تشوفيني يا كتكوته اعملي اشتراك ومش هتندمي وهتتبسطي معانا. طيب احنا دلوقتي بعد ما لمعت الرخامه هبدا ارجع كل حاجه مكانها، والرخامه اتلمعت معايا وبحس كده الدنيا نطفت معايا. نبدا بقى ندخل على ايه؟ ندخل ان شاء الله على البوتاجاز برضو نظبطه برضو قبل ما احط الحلل بقى ونطبخ على البوتاجاز. نلمعه لمعه تلميع كده ونغسله غسله نظيفه مع بعض. يلا بينا نبدا. وزي ما انتوا شايفين ابدا بقى اشيل الحوامل والعيون، وان شاء الله في فيديو مخصوص هعمل لكم تركيبه تطلع عندكم اي حاجه محروقه او بايظه. فيلا بينا مع بعض نبدا نغسل البوتاجاز وارجع لكم تاني. انا هنا شلت كل حاجه كنت غسلاها خليتها تتصفى خالص، وبدات اشيل كل الاطباق المغسوله، وهبدا اغسل معاكم الصفايه بتاعه الاطباق دي واشيل كل حاجه ارجع كل حاجه في مكانها. وانا هنا كنت مقطعه الفرخه وسبتها في محلول النقع كده تشيل اي زفاره لمده 10 دقايق او لمده لحد بس اغسل المواعين والم الدنيا، بس كده تكون ايه هي كل حاجه فيها من زفاره تتشيل مني، مغسل المواعين واظبط الدنيا. يعني النهارده يعني كنت هعمل غدا، هنعمل لكم ان شاء الله فراخ وهنعمل مع بعض قلقاس. فهنشوف برضو الحاجات اللي جايبينها مع بعض من السوق هوريها لكم برضو. وانا كنت هنا خلاص بدات افنش وخلصت كل حاجه وغسلت المواعين، وهبدا ان شاء الله كده اعمل معاكم الاكل. وانا هنا بدات احط كل حاجه مكانها وارجعها. تعالوا مع بعض نلمع الرخامه عشان نحس بقى ان احنا خلاص خلصنا كل حاجه وفنشنا كل حاجه بقى خلاص كده.
هبدأ برضو امسح انا مسحت الرخامة الصغيرة اللي عند جنب البوتاجاز، وهمسح معاكم الرخامة اللي جنب الحوض. فهي الرخامة بتبقى طويلة عندي وكبيرة. انا هنا بعد ما غسلت طبعا الفراخ كويس جدا بعد المحلول، حطيت حلة على النار فيها مية، وحطيت معلقتين خل. معلقتين الخل دول ما يخلوش معاكي الحلة الألمونيوم تزرق اثناء الغليان. تعالوا اوريكم الحاجة اللي جايباها من السوق. انا هنا جبت معاكم خيار وطماطم وفلفل وجبنه قديمه وعلبه سمن، وجبت زيت، وجبت رز. بس في حاجات ما اتصورتش، يعني مش كل حاجه اتصورت، انا ما صورتش غير الحاجات اللي كانت قدامي رحت مصورها معاكم. في حاجات كتير حطيتها بس ما صورتهاش. فهنطلع مع بعضينا بقى. انا حطيت خلاص البصل على الفراخ، سبتها بقى تستوي، وهجيب معاكم القلقاس نبدأ نخرطه ونقشر القشرة اللي من بره الخارجية وقطعه. طبعا انا بحب القلقاس خالص، وانا من عشاقه يعني، فبحبه جدا، سواء بقى كان بالصلصة او بالطماطم او بالشوربة. في تلك الحالتين انا بحبه. في ناس بتحبه كده وفي ناس بتحبه كده. فهبدأ معاكم كده نفتح علبة السمن. فكانت بفتحها بالمعلقة، فالطريقة دي بالنسبة لي سهلة، يعني بحط المعلقة كده وبشدها على طول تبقى سهلة. فلو وصلت معايا لحد هنا متنسيش تعملي اشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك بتاعك الجميل والكومنت. انا هنا فرمت معاكم الطماطم في الخلاط، وطبعا بعد ما فرمتها طبعا دي احطها في القلقاس معاكم وهنشوف. انا هنا بقى خليت بعد الفراخ مستوت خالص بدأت املحها، وخدت شوية شوربة من الفراخ وحطيت عليهم الطماطم اللي انا فرمتها والقلقاس والملح والفلفل، وهبدأ اعمل معاكم الكزبرة والثوم مع بعض احمرهم، بعد كده انزل بالكزبرة الخضراء وهضيف كل ده على بعضه. وبكده اكون خلصت معاكم. ان شاء الله اشوفكم على خير الحلقة الجاية. باي باي عسل، في رعاية الله.